أعمل إيه بس يا جماعة؟ أصل أنا قلتله بلاش يا طارق. ده لو سامح جوزي عارف بحاجة من اللي بيني وبينك أو حد من الجيران لمحنا مع بعض، حياتي هتتحول لجحيم وبيتي هيتخرب تماما. بس ولا هو هنا سحبني بالراحة ومسك إيدي، ونظرة عينيه كانت كلها سيطرة وثقة تدوخ، وكأنه عارف إنه بيملك المفتاح اللي هيفتح بيه كل أبواب خوفي. أنا اسمي ياسمين، ست عادية عايشة في شقة بسيطة في حي شعبي هادي. جوزي سامح راجل طيب وعلى باب الله، شغال موظف حسابات على قد حاله في شركة مقاولات متوسطة. حياتنا كانت ماشية بالستر والرضا، بنحسب القرش ونعيده 100 مرة قبل ما نطلعه. بس أنا كنت راضية وبقول الحمد لله، المهم الستر وراحة البال. بس الستر ده بدأ يتهز ويتشقق فجأة من غير ما نعمل حسابه. في ليلة من ليالي الشتاء التقيلة دخل سامح البيت ووشه أصفر زي الليمونة المقطوعة، رجليه مش شايراه وشايل الهم على كتافه كأنه جبل. رمى المفاتيح على الترابيزة وقعد على الكنبة وحط راسه بين إيديه، وبدأ يتنهد تنهدات طالعة من قعر صدره. جريت عليه، قعدت جنبه ومسكت إيديه الباردة وقلت له برعب متداري: مالك يا سامح؟ في إيه يا حبيبي؟ وشك مقطوع منه الدم ليه كده؟ رفع عينيه في عينيا وكانت مليانة دموع وقال لي بصوت بيترعش: بيتخرب بيتنا يا ياسمين، الشركة فيها عجز مالي كبير، وصاحب الشركة لبس الموضوع كله للموظفين الصغيرة اللي زيي. بكرة الصبح لو ما دفعتش 300,000 جنيه حصتي في التغطية هتحول للنيابة وهتسجن. الأرض دارت بيا وحسيت كأن سقف البيت وقع فوق دماغي. 300,000 جنيه؟ ده احنا ما عندناش في البنك 300 جنيه على بعض. صريت على أسناني ومسكت دموعي وقلت له أنا بحاول أقويه: اهدى يا سامح، اهدى يا حبيبي، أكيد في حل، مفيش صاحب شركة أكبر، مفيش حد نلجأ له؟ سامح مسح وشه وبصلي بكسرة وقال لي: مفيش غير طارق بيه، الشريك الكبير اللي ماسك الإدارة، راجل غني جدا وواصل وكلمته زي السيف، بس ده راجل أعمال كبير وما بيعرفش حد، وأنا بالنسبة له مجرد اسم في دفتر. في اللحظة دي وأنا ببص لسامح وهو منهار، خدت قرار إن الراجل اللي حماني سنين مش هيتسجن، وما كنتش أعرف إن القرار ده هو الخطوة الأولى في سكة التهلكة، السكة اللي أولها طارق بيه وآخرها سحر مش هقدر أخرج منه أبدا. فضلت طول الليل سهرانة جنبه في الصالة. سامح عينيه مش قادرة تغمض، وكل شوية يقوم يروح ويجي في الراحة والجاية يتنهد بصوت حزين ومكسور، وأنا قلبي بيبكي عليه من كتر العشق والشفقة. الراجل ده طول عمره بيحاول يعيشني مستورة، مقفول علينا بابنا بالرضا والقناعة، والنهاردة الشرف والستر دول مهددين بكسرة وش وبحبسة تلحس اسمه وتضيع شبابه. على الفجر لما تعب من كتر التفكير ونام في مكانه على الكنبة زي الطفل المجهد، قمت بشويش وحضرت له كوباية شاي دافية وحطيتها جنبه. دخلت الأوضة وفتحت دولابي القديم، بصيت على الشوية الدهب البساط اللي حلتي من يوم جوازنا، سلسلة خفيفة وختمين، حسيتهم في إيدي ولقيتهم ما يجوش حتى 10,000 جنيه. المبلغ اللي سامح مطالب بيه كبير قوي وتقيل على رقبتنا. ما كانش قدامي غير حل واحد، إني آخد خطوة وسكة أنا عمري ما جربتها ولا دخلتها. الساعة جت 9 الصبح، لبست أحسن طقم عندي، عباية سودة شيك ونظيفة، وحطيت طرحة هادية ونزلت من البيت من غير ما صحي. كنت عارفة عنوان الشركة الكبيرة اللي سامح شغال فيها في وسط البلد. ركبت أتوبيس وجسمي كله بيترعش من الخوف والتردد، بس صورة جوزي وهو مكسور كانت بتزقني زق. وصلت البرج الفخم اللي فيه الشركة وطلعت الأسانسير لغاية الدور الأخير، مكتب طارق بيه. المكان كان فاخر جدا، أرضيات رخام بتلمع وإضاءة خافتة شيك وريحة بخور وعود غالي مالية المكان. قعدت في الاستقبال والسكرتيرة شيك بصت لي باستعلاء وقالت لي: طارق بيه مشغول جدا النهاردة يا مدام، وما بيقبلش حد من غير ميعاد. جمعت كل شجاعتي وقلت لها بنبرة ترجي: قولي له أنا حرم سامح عبد السلام، موضوع حياة أو موت يخص الشغل والشركة، ومش هياخد من وقته غير 5 دقايق بس. السكرتيرة دخلت وبعد دقيقتين خرجت وقالت لي بصوت هادي: اتفضلي، طارق بيه مستنيكي. دخلت المكتب،
كان واسع جدا، شباك كريستال كبير كاشف القاهرة كلها من فوق، وورا مكتب خشب أبانوس عريض كان قاعد طارق بيه، راجل في أواخر الأربعينات، أنيق جدا، لابس بدلة كحلي متفصلة بالملي، شعره فيه شايب خفيف بيديله هيبة وجاذبية غريبة، وريحته البرفان بتاعه ملت المكان. أول ما خطيت عتبة الشباك، أول ما دخلت قام وقف من ورا مكتبه وبصلي بتركيز شديد. نظرة عينيه ما كانتش نظرة مدير لمرات موظف غلبان، كانت نظرة راجل شايف حاجة عجباه. ابتسم ابتسامة هادية ورايقة وقال لي بصوت دافي ورزين: أهلا وسهلا يا مدام ياسمين، اتفضلي ارتاحي، نورتي المكتب. قعدت على طرف الكرسي الجلد الفاخر وجسمي كله بيترعش، حتى شنطتي في حضني وطرف عبايتي مسكاه بإيدي اللي بتترعش من الخجل والخوف. المكتب كان هادي جدا، وصوت التكييف الخفيف مع نبرة الموسيقى الكلاسيك الهادية في الخلفية كانوا بيخلوا جو المكان ما فيهوش أي توتر، بس قلبي كان بيدق زي الطبلة. طارق بيه ساب مكتبه الكبير ومشي بخطوات هادية وواثقة وقعد على الكرسي الفردي اللي قصادي مباشرة. التفت نظراته عليا بتركيز شديد، بيبص لوشي ولعيوني بنظرة فيها استكشاف وإعجاب صريح ما كانش يداريه ولا بيحاول يخبيه. حط إيد على إيد وقال لي بصوت دافي وناعم يطمن: اتفضلي يا مدام ياسمين، قوليلي إيه الموضوع المهم اللي جابك بنفسك لحد هنا؟ سامح موظف مجتهد، وأنا مستغرب إيه اللي يخلي زوجته تتعب وتجيلي المكتب. أخدت نفس عميق وبدأت أتكلم وصوتي بيترعش في الأول قبل ما يظبط: طارق بيه، أنا جايالك واستجير بيك بعد ربنا. سامح جوزي راجل طيب وملوش في اللف والتدوير، والشركة فيها عجز مالي كبير وهو مهدد بالحبس. سامح ملوش ذنب في العجز ده، وحياته وهبته هيروحوا في الوباء لو الموضوع ده ما اتحلش. أنا جاية أترجاك تتدخل وتنقذه من المصيبة دي. طارق فضل باصص لي بهدوء، نظراته ما كانش فيها غضب ولا استغراب، بالعكس كانت مليانة حنية ودلال غريب، وكأنه كان مستني اللحظة دي من زمان. قرب بكرسيه حبة خفيفة ناحيتي ومال بجسمه للأمام ورفع إيده ببطء ومسح على الترابيزة القريبة مني وقال لي بصوت واطي وناعم يدوخ: سامح راجل طيب يا ياسمين، بس انتي اللي تستاهلي كل خير. الست الجميلة اللي زيك ما يصحش عيونها تدبل بالدموع ولا تشيل الهم ده كليته. حسيت بوشي بيلتهب من الخجل وعيني هربت في الأرض. الكلام كان فيه دلال واضح، ونبرة صوته كانت بتخترق الخوف اللي جوايا وتسيب بداله قشعريرة غريبة. كمل طارق كلامه وهو بيبصلي بشغف صريح وقال لي: المبلغ اللي سامح مطلوب بيه كبير، بس بالنسبة لي مش مشكلة خالص، أنا أقدر أحله في ثانية وأشيل اسمه من الورق تماما، بس بشرط واحد يا ياسمين. رفعت عيني فيه برعب وتساؤل وقلت له بنبرة بتترعش: شرط إيه يا طارق بيه؟ أنا ما عنديش حاجة أدفعها. طارق ابتسم ابتسامة جذابة ساحرة ومال عليا أكتر لدرجة إني شميت ريحة البرفان الغالي بتاعه واضحة جدا، وقال لي بصوت واطي وزي الوشوشة: مش عايز فلوس، أنا عايزك انتي، عايزك تديني فرصة أتقرب منك ونشوف بعض في مكان هادي بعيد عن الشركة وعن الدوشة دي. ساعتها سامح مش بس هيخرج من المشكلة، ده هيترقى ويبقى في مكان تاني خالص. الكلمات نزلت عليا زي المية السخنة، جسمي اتجمد ولساني اتعقد. بصيت للراجل الغني الأنيق اللي قدامي، وبصيت للشرط الشيطاني اللي هيغير مجرى حياتي كلها للأبد. أنفاسي اتجمعت في صدري وما بقتش قادرة أتنفس. بصيت لطارق وأنا مش مصدقة اللي سمعته. الراجل الأنيق الغني اللي كل الناس بتعمله ألف حساب بيبصلي بنظرة مليانة شغف ودلال، وبيطلب مني طلب يهد بيتي ويطير رقبتي. قمت وقفت بسرعة وشديت شنطتي لصدري، وإيدي كانت بتترعش من كتر التوتر والخوف. بصيت له وقلت له بصوت مكتوم وبيترعش: انت بتقولي يا طارق بيه؟ أنا ست متجوزة وبحب جوزي، وأمي الله يرحمها ما ربتنيش على الكلام ده. أنا جيتلك عشان استنجد بيك في مظلمة، مش عشان تساومني على شرفي. طارق ما اتنفضش من مكانه ولا وشه اتغير، فضل قاعد بمنتهى الهدوء والرزانة، وحط ايد على ايد
وابتسم ابتسامة خفيفة مليانة ثقة وسيطرة تخوف. قام وقف ببطء شديد